حبيب قلبي، مساء الانوار. جايلك النهارده وجايب لك معايا فيلم هندي يا صديق. فيلم صدقني هتسمعه مره واثنين وثلاثه وعشرة وخمستاشر مره. قبل ما ابدا يا ريت بس تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده وكومنت حلو من قلبك، ويلا بينا. بيبدا فيلمنا مع مجموعه مدرسين وهم بيقولوا درجات الصف الثالث، وكل الاطفال بيكونوا تقريبا مقفلين المواد ما عدا طالب واحد بس، وبيكون الطالب ده اسمه ايشان. وإيشان ما بيكونش حابب التعليم ولا المذاكرة، وبيفضل يلعب في مية المجاري بتاعة المدرسة علشان يصطاد منها أسماك صغيرة. بعدها بيجي مشرف الباص بتاعه وبيشدوا على الباص لأنهم كالعادة اتأخروا بسببه، وبيكون معاه الشهادات بتاعة المدرسة وبيرميها للكلاب علشان يقطعوها، وبالتالي والدته ما تعرفش الدرجات اللي جابها. وبيطلع بيته بسرعة وبيروح ياكل من السندوتش اللي قدامه، بس والدته بتضرب ايده علشان ما غسلهاش أول ما جه. واد معفن يا صديقي وما بيهتمش بكلامها، وبياكل برضه الساندوتش وبيروح يغسل ايده وبيسيب الحنفيه شغاله ما بيقفلهاش، وبيرفض يعمل الواجب اللي عليه، وبيروح يلعب مع الكلاب في الشارع وهو لابس لبس المدرسه، وبيتخانق مع واحد صاحبه في الشارع وبينضرب منه، فبيجري على بيته بعدها وبيكسر كل الزرع الموجود قدام بيت صاحبه، وبعدها بيطلع يعيط على السطح لوحده. ولما بينزل بيلاقي ام صاحبه بتشتكي ايشان لانه كسر زرعها وعيل قليل الادب ومش محترم، وساعتها والده بيناديله وبيضربه قدام اخو روهان اللي بيحاول يدافع عنه، وبيقول له والده انه لو سمع اي مشكله تانية حصلت بسببه هيدخله مدرسه داخليه. وبعدها بيجهز والده شنطه السفر علشان رايح شغله، وبتكون والده ايشان هي المسؤوله عن البيت ونظامه، وبتصحي روهان في وقت محدد وبيفطر وبياخد الفيتامينات بتاعته، وكل حاجه بتكون ممشياها بنظام. وده بخلاف الحياه اللي بيحب ايشان يعيشها، وهي انه مش مخطط حاجه وعايش حياه خياليه وعايز يصحى براحته، وبتعاني والدته معاه لحد ما بتصحيه وبتلبسه وبتفطره كمان. وبيكون ايشان عامل لنفسه عالم بيعيش فيه، وبيتخيل طيور حواليه والعاب وشخصيات خياليه، وكل همه انه يلعب لحد ما بينزل لباص المدرسه اللي دايما بيبقى متاخر عليه، وبيروح الفصل بتاعه وبتطلب من المدرسه انه يقوم يقرا جمله في نص الفصل، لكنه ما بيعرفش يقرا ولا حرف منها، وده لانه شايف الحروف بترقص قدامه. وبتفضل المدرسه تزعق له لحد ما بيستهزأ بكلامها وبتطرده بره الفصل، وبعد الحصه كل اللي بيعدي عليه بيقول انه غبي وما بيفهمش، لحد ما الحصه بتخلص. وتاني حصه بعدها بتكون حصه الحساب اللي المفروض يقدم فيها الشهادات بتاعته ممضيه والواجب بتاعه، ولانه ما عملش حاجه منهم فبيضطر يهرب من المدرسه، وبيفضل يتمشى في المدينه لوحده وبيتفرج على كل حاجه حواليه، ودايما لاقي المتعه في كل حاجه حواليه. وبعدها بيرجع ينام في اتوبيس المدرسه لحد ما اليوم الدراسي بيخلص وبيروح بيته، وكالعاده والدته بتعاني في الواجب بتاعه وبتحاول انها تفهمه اي حاجه، وبيناموا كلهم، بس ايشان ما بيجيلوش نوم، وبيصحي روهان اخوه وبيطلب منه ايشان يعمل رساله اعتذار باسم والده لانه غاب عن المدرسه وقضى اليوم بره في الشارع. وبعد زن كتير بيضطر روهان انه يعمل اللي هو عايزه ويكتب له الاعتذار، وبيقدمه تاني يوم لمدرسه الحساب بتاعته، وبيكون عليه امتحان حساب مفاجئ، وقبل ما يحل اي مساله بيبدا انه يشوف الارقام بتتحرك في خياله وكانه رائد فضاء وبيطير بين الارقام، وبيحاول يحل المساله بطريقته لحد ما بيكتب الحاجه اللي هو شايفها صح، وبيكون مبسوط ان الامتحان سهل جدا. وبيجي تاني يوم وبيكون والد ايشان رجع من السفر وبيسلم عليه ابنه وبيقعد يفطر، وبدل ما ايشان يرمي الورقه اللي فيها الاعتذار اللي اخوه كتبه له بيكون مخبيه بين الجرايد اللي والده بيقراها. وساعتها والده بيعرف اللي حصل، وان ايشان هرب من المدرسه يوم الخميس وخرج في الشارع لوحده، وبيفضل والده يضرب فيه علشان يعرف مين اللي كاتب له العذر ده، لكنه بيرفض يتكلم لحد ما بيروحوا معاه المدرسه وبيعرفوا من المدرسين بتوعه انه فاشل في كل المواد وجايب اصفار فيها. ده غير انه رمى الشهادات بتاعته، وكمان طالبين ولي امره، بعتوا معاه استدعاء ولي امره ومحدش سأل. وساعتها بتقول لهم مديرة المدرسة ان لو ايشان ما نجحش السنة دي هتضطر انها ترفضه من المدرسة نهائيا، لانه واضح انه بيعاني من مشكلة عقلية او يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبكده مكانه مش في المدرسة دي، وبيكون في مدارس تانية مختصة بحالته. وبيضطر والده انه يدخله مدرسة داخلية تبع واحد صاحبه علشان يتعلم بطريقة اشد من اللي هو فيها، وبيجبروه على التعليم. وبيفضل ايشان يعيط علشان مش عايز يروح مدرسة داخلية ويسيب اهله ويبعد عن والدته، لحد ما والده بينفذ كلامه فعلا وبيبعتوه مدرسة داخلية وبيسيبوه كلهم وبيبعدوا من قدامه لحد ما بيختفوا. وبيفضل ايشان قاعد لوحده لأول مرة في حياته، وبيدخل في حالة صدمة واكتئاب ان اهله رموه بالشكل ده وكأنه مش فارق معاهم، وما بيقدرش ياكل ولا ينام بسبب الاكتئاب اللي هو فيه، وبيحاول انه يتأقلم مع حياته الجديدة، وبيكون مش عارف يلبس لبس المدرسة بتاعه لان والدته هي اللي كانت بتهتم بيه في انها تلبسه. وبيحضر حصة العربي وبيكون المدرس طالب منه يفسر قصيدة معينة وبيتكلم كلام مش مفهوم، فبيزعق له المدرس وبيقوم طالب تاني يشرحها،
وبعد ما الحصة بتخلص ريجن زميله بيقول له ان شرح للقصيدة صح لكنه قال المعنى الجوهري بتاعها، ودي حاجة المدرس مش عايزها لانه عايز يسمع اللي بيحفظه للطلبة مش اكتر. وبيعاني ايشان في الدراسة في كل المواد وما بيعرفش يركز حتى في مادة الرسم، وبينضرب على ايده لحد ما بيعيط، وبيكون كل الطلبة مجبرين يرسموا الاشكال الموجودة على الترابيزة قدامهم. وبيبقى ايشان في حصة العربي شايف الحروف بتتحرك قدامه في خياله والارقام بتطير من الكراسة، وما بيقدرش انه يفهم اي حاجة ولا يتقدم حتى في دراسته، وبيتقال عليه انه فاشل ومش فالح في اي حاجة، وكل المدرسين وزمايله بيضحكوا عليه بسبب مستواه ضعيف جدا. وبعدها بيجيله اهله زيارة علشان يشوفوه، وبيلاقوا ان حالته بتتدهور، وبيكون رافض انه يكلمهم او حتى يقابلهم. وبياخد والده اذن من المدير ان ايشان يقضي معاه اليوم، وبيكون ايشان هادي كغير عادته ومش حابب انه يتكلم معاهم نهائي ولا راضي يقبل اي هدايا منهم، كأنه بقى مش بيحس ولا عنده مشاعر تجاه أي حاجة، لحد ما بيرجعوه تاني للمدرسة الداخلية بتاعته وبيدخلها من غير ما يودعهم ولا كأنه اتأثر. لحد ما بيجي يوم وبيكون عليهم حصة رسم، وبيقول ريجن لإيشان إن مدرس الرسم بتاعهم مسافر وهيجي لهم مدرس مؤقت جديد هو اللي هيدرس لهم، ويتمنى إن يكون مختلف عن مدرس الرسم القديم. وبيقدم رام مدرس الرسم الجديد نفسه بطريقة جديدة وعبقرية لدرجة إنه بيبهر كل الطلبة لما بيشوفوه متنكر قدامهم وبيعزف وبيرقص معاهم، والكل بيكون مبسوط ما عدا إيشان. وبيوزع المدرس الجديد عليهم ورق وبيطلب منهم يرسموا اللي يحبوه فيها، فبيقف طالب وبيقول له إن مفيش حاجة قدامهم على الترابيزة علشان يرسموها زي ما المدرس القديم كان بيجبرهم. فبيقول لهم رامي إن الترابيزة أصغر بكتير من مخيلتهم ومش هتقدر إنها تستحمل خيالهم، علشان كده هم حرين في رسم أي حاجة هم حابينها بدون أي قيود. وبيفضل إيشان قاعد من غير ما يمسك الفرشة، فبيستغرب رامي الهدوء اللي هو فيه ورفضه للكلام معاه ومع زمايله حتى. وبعدها بيجي ليلو بتتصل والدة إيشان بيه علشان تطمن عليه، وبتقول له إنهم مش هيقدروا يجيله الأجازة الجاية لأنه رهن عنده ماتش مهم ولازم يحضروه. فبيدمع إيشان وبيسيب السماعة من إيده وبيمشي من غير ما ينطق أي كلمة لوالدته. وبيجي تاني يوم وبيكون رام ناوي يحتفظ بكل رسومات الطلاب بتوعه، فبيقول له مدرس زميله إن المفروض يرمي الرسومات دي، ده غير إنه سمع رقصه وعزفه في الفصل. وبيقول له إن المدرسة دي غير مدرسة المعاقين اللي هو جاي منها، وهنا هم بيعلموا الانضباط والنظام مش الرقص والعزف. وبيسمع رامي الكلام وبعدها بيتمشى في ممر المدرسة وبيلاقي إيشان متعاقب قدام الفصل بتاعه، وبيستنى الاستراحة بتاعته علشان يتكلم مع ريجن عن إيشان. وبيقول له ريجن إن إيشان عنده مشكلة في القراءة والكتابة مهما حاول ودايما متعاقب وعلامته حمراء. وبيرجع رام فورا للمكتب بتاعه وبيفتح كراسة تصحيح إيشان وبيفضل يدقق في الكلام اللي كان كاتبه. وبعدها بيروح رام على المدرسة اللي كان شغال فيها وبيقابل زميلته هناك، وبيقول لها انه قابل نفسه وهو صغير وان في طفل بيفكره بنفسه جدا ولو سابه هيضيع ومش هيبقى في امل لتصليحه. وبيحكي لها عن إيشان. وبيجي يوم الاجازه وبيكون رام عنده استعراض خاص بالمدرسه بتاعته وبيتفرج على الطلبه وهو مبسوط جدا بانجازاته وتعليمه لكل الاطفال دي. وفي نفس الوقت بيكون إيشان هو الوحيد اللي قاعد في المدرسه وحيد، وده لان اهله مشغولين بماتش رهن اخوه ومفيش حد معاه ولا بيسال عنه. وقبل ما رام يروح المدرسه بيعدي على اهل إيشان وبيطلب منهم كراريس المواد بتاعته، وبيستغرب لما بيعرف منهم ان ابنهم بيعرف يرسم وشاطر كمان جدا في الرسم بالرغم انه ما بيمسكش فرشه في حصته. وبيفضل باصص في الكلام اللي كاتبه إيشان في الكراسه بتاعته، وبيقول لهم ان في حروف كتير هو كاتبها غلط بصفه مستمره وكمان باكتر من شكل، وده معناه انه مش قاصد يغلط وكل مشكلته انه مش قادر يميز الحروف نفسها. فبيقول له والد إيشان ان ده معناه الكسل وقله المذاكره. فبيقوم رامو بيجيب لعبه مكتوب عليها باللغه الصينيه وبيقول لوالد إيشان اقرا دي، فبيقول له انا ما بعرفش صيني ولا عارف حتى الحروف دي. فساعتها بيزعق له رام وبيقول له انت مش مذاكر صح وضعيف في الدراسه وكسلان. وبيفهم ابو إيشان قصد رام ان ابنه عنده حاجه اسمها عسر القراءه، ده غير انه بيرتبك بسبب الاوامر الكتير ولو خد اكتر من امر ورا بعض بيفقد التركيز فجاه، وكل ده تراكم عليه وسبب له فقدان الثقه في نفسه وكبت تمرده ودخل في حاله سكون لحد ما كل حاجه كان بيحبها اتدمرت حواليه، والحاجه الوحيده اللي كان بيحب يعملها بطلها نهائيا وهي الرسم. وبالطريقه العلميه إيشان عنده خلل عصبي ممكن يحصل لاي شخص، فوالد إيشان بيقول له ابنه لو خياله واسع صحيح زي ما بيقول هيفيده ازاي وهيتفوق ازاي. وما بيفهمش رامي ازاي ابو إيشان بيفكر بالشكل ده وكل همه ان ابنه يبقى متفوق علشان يحقق احلامه الشخصيه ومش مهم احلام ابنه نفسه. وبياخد الكراسه اللي إيشان بيرسم فيها وبيرجع بيها للمدرسه الداخليه وبيوريها لإيشان، وبيبدا رامي يحكي قصه لكل الفصل عن طفل كان بيعاني مشاكل في القراءه والكتابه والكل كان بيقول عليه فاشل، لحد ما اذهل العالم بطريقه
طريقته ونظرياته، وهو اينشتاين زيه زي دافنشي واللي رسم طياره قبل اختراع اول طياره ب 400 سنه. وهو كمان كان عنده مشكله قرايه وكتابه وهو صغير، وكان بيكتب الكلام بالمعكوس هو كمان. وايشان بيكون في الوقت ده سامع وهو متحمس جدا، وبيطلب منه رامي انه يقوم يفتح نور الفصل، وبيسال الطلبه عن العالم اللي نور العالم بالكهرباء. فبيجاوب ايشان ولاول مره وبيقول له توماس اديسون هو السبب. وبيفضل رامي يتكلم عن اشخاص كتير كانوا شبه ايشان وهم صغيرين وبعدها بقوا عباقره. وبتخلص الحصه وبيطلب رامي انه يتكلم مع ايشان لوحده، وبيقول له انه من ضمن العباقره اللي كانوا بيعانوا من المشكله دي واحد مش مشهور واسمه رام، وبيتكلم عن نفسه قدام ايشان. بيقول له انه لما كان صغير كان برضه ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، ودلوقتي زي ما هو شايف بقى مدرس ناجح وبيدرس للطلبه بشكل جديد ومبتكر. وبعدها بيخرجوا كلهم للجنينه علشان يلعبوا، وبيعمل ايشان من الحاجات اللي حواليه طياره بسيطه بتطفو فوق الميه وكل الطلبه بينبهروا بيها، وبياخدها رام علشان يحتفظ بها في بيته. وبيطلع لمدير المدرسه وبيقول له اللي ايشان بيعاني منه، فبيقول للمدير ان ده كويس لانه هيقدر يخلص منه ويبعته المدرسه خاصه لحالته يتعلم فيها. لكن رام بيتطوع وبيقول له انه هيقدر يحسن سلوكه، وكل اللي عايزه حاليا انهم يتجاهلوا خطته وقرايته وكتاباته ويدخل امتحانات شفويه بس، ولو نجح يبقى مش هيحتاج يتنقل لمدرسه تانية ويبقى تم تعديل سلوكه بس مش اكتر. وبيوافق مدير المدرسه على كلامه، وبيتولى رام ايشان وبيبدا في تعليمه بطريقته الخاصه. وبيلاقي ان ايشان ذكي جدا لكن ليه طريقه معينه في تعليمه، وبيبدا مستواه يتحسن جدا بشكل كبير. وبتيجي فكره لرام انه يعمل مسابقه رسم لكل طلاب المدرسه الداخليه. وفي يوم بيجي والد ايشان علشان يتكلم مع رام، وبيقول له انهم قروا عن عسر القراءه علشان ما يفكرش انهم مهملين في ايشان يعني وكده. فبيقول له ان الاهتمام ابسط من كده، ممكن يكون عباره عن حضن، كلمه حلوه، بوسه، تسقيف بسيط لابنه بيحس يحسسه انه عمل اي حاجه. وبيحكي له عن مكان سكانه لما بيكونوا عايزين يقطعوا شجره عندهم مش بيشيلوها من الارض، بيتجمعوا حواليها وبيفضلوا يزعقوا لها ويقولوا لها كلام مسيء، وخلال ايام بتكون الشجره دي بلت ونشفت وبقى شيلها اسهل. وده اللي هم عملوه في ابنهم ايشان. فبيتضايق ابو ايشان وبيمشي من المدرسه، وبيلاقي ان ابنه واقف قدام يافطه مسابقه الرسم وبيقراها، ودي بتكون اول مره يشوف ابنه فيها بيقرا حاجه، وبيعيط بسبب معاملته ليه وبيسيبه وبيمشي. وبيجي يوم مسابقه الرسم اللي رام اعلن عنها، وبيتجمع فيها كل الطلبه علشان يرسموا. وبيفضل رام يدور على ايشان ولكن ما بيلاقيهوش، وبيقول له ريجين ان ايشان صحي بدري واختفى فجاه من المدرسه ومحدش عارف هو راح فين لحد دلوقتي. وبيفضل رام واقف وقلقان على ايشان لحد ما بيشوفه وراه وبيجري عليه علشان يديله اللوحه بتاعته، وبيكون معاه الالوان اللي كانت هديه اهله ليه. وبيبدا ايشان يرسم في اللوحه اللي قدامه بكل تركيز، وبينعزل عن كل اللي حواليه. حتى المدرسين اللي قالوا انهم هيشاركوا 5 دقايق بس بينسجموا في الرسم والتلوين هما كمان. وبيخلص ايشان الرسمه بتاعته وبيسلمها لرام اللي بينبهر بيها وبالوانها. وبيكون ايشان راسم نفسه قدام بحيره فيها سمك وحواليه طيور واشجار، وبيكون رام مبسوط جدا من الرسمه. وبيقوم ايشان قدام المدرسه كلها واللي كل الناس فيها بيسقفوا له، ومن كتر فرحته بيفضل يعيط ويجري لرام علشان يحضنه. وبيجي اهل ايشان لمدير المدرسه وبيوري لهم الكتاب الرسمي بتاع المدرسه واللي اتطبع عليه رسمه ابنهم ايشان من كتر جمالها لانه كسب في مسابقه المدرسه. وبيكونوا منبهرين من تقدم مستوى ابنهم، وبيعرفوا من المدرسين بتوعه ان السبب هو رام، وبيروح يشكروه وبيعيط والد ايشان من فرحته. وبيكون رام نجح في تعليم ايشان وقدر ينقذه قبل ما يتدمر، وده بسبب ان العالم اللي حواليه ما كانوش فاهمينه. وبكده بيخلص الفيلم. اللي كتب الفيلم ده انا، واللي سجله انا، واللي منتجه انا، واعوذ بالله من كلمه انا يا صديق. ما تنساش الاشتراك، الله يسترك. عاوزين نوصل 500 مشترك في اسرع وقت، واللايك الجميل والكومنت الرايق، صدقني هتشوف ملخصات جامده الفتره الجايه. ومع السلامه.